انا عارف ان نفسك تحس ان ايدك تبقى سريعه وقويه وانت بتلعب، وده لاني حاسس بيك من جوه، وده لاني مريت باللي انت مريت بيه في يوم من الايام. فالنهارده جاي اجيب لك خلاصه وعصاره اللي انا مريت بيه وبقدمها لك على طبق من ذهب. وده لان الشعور متبادل. انا عارف ان انا عميق في اللي انا بقوله، بس ده الاحاسيس لما بتتواصل وتتبادل مع بعض بتبقى كده. يلا بينا في حلقتنا النهارده نعرف ازاي ان انت تكون سريع وقوي وانت على الحلقه. خلي المدربين بتوعك يتفاجئوا ازاي انت بقيت متغير ومتحول بالشكل ده في التمرين. يلا بينا نبدا الحلقه ونطور سرعتنا وقوتنا. I'm gonna show you how great I am. Great I am. Great I am. أعزائي الملاكمين الحلوين، عزيزاتي الملاكمات العسلات في مصر وجميع الوطن العربي، أهلا وسهلا بكم مرة تانية. معاكم الملاكم الأولمبي رامي حلمي، لاعب أولمبياد لندن، بطل دورة عرب البحر المتوسط، بطل أفريقيا، بطل العرب، وأخيرا بطل مصر. زي ما قلنا في أول حلقتنا إن إحنا هنتكلم النهارده على السرعة والقوة. فلو مسكنا القوة، علشان نزود القوة بتاعتنا لازم نعتمد على 3 حاجات. أول حاجة هنتكلم عنها لما نيجي نطبق مبدأ القوة بتاعتنا، الثبات. لازم يبقى الاستابيليتي بتاعتك على الأرض رهيبة، لازم تبقى راسي على الارض زي الجبل او الكتله الصخريه، ايا يكن التعبير اللي يمشي معاك. المهم انك تبقى راسي على الارض كويس، يعني تكون مظبط المسافه ما بين رجليك كويس، راسي على الارض، وزن جسمك متوزع على رجليك الاثنين. وهنا احب اقول نقطه مهمه جدا، هو ان انا بشوف معظم الملاكمين مش فاهمين مبدا ان رجلك تكون شايله وزنك، بمعنى ان هم دايما تلاقيهم واقفين محملين عن الرجل اللي ورا اكتر او اللي قدام اكتر. ده غلط، لازم ان وزنك يكون متوزع على رجليك الاثنين. لو وصلت الاحساس ده انت كده طبقت الاستابيليتي صح. تاني حاجه هنتكلم معاها عشان نطبق القوه هو حته مسار الضربه. ما ينفعش الضربه تطلع معوجه. لو انا قاصد كروس فهي لازم تطلع في خط مستقيم، فلو انا قاصد هوك لازم انها تاخد شكل الهوك. المسافات متظبطه، الاداء متظبط، الابر كات نفس الكلام، انا واخد الضربه في مسارها السليم. ده يخلي الضربه قويه جدا. ورقم 2 اللي اتكلمنا عنه اللي هو المسار بيؤهلنا الرقم 3 وهو التارجت. ما دام انا ماشي في المسار الصح لازم اوصل للتارجت الصح. انا عامل نقطه معينه في جسم او في وش اللي قدامي ان هوصل فيها الضربه. لو انا وصلت الضربه الصح في النقطه اللي انا محددها القوه بتاعتها بتكون 100%. لو قلشت القوه بتقل. فلازم دايما نتعود على ان احنا نعلم نقط معينه سواء على الساند باج او على الوول باج او على اي جهاز احنا بنتمرن عليه، ان احنا نحدد النقطه بتاعت النهايه بتاعت الضربه بالظبط ونتعود انها تكون فيها. بما ان انت بتتدرب تحت ايد كوتش هو المسؤول عنك، فانت ممكن تتناقش معاه في ال3 نقط دي وتشوف معاه ايه النقطه اللي ناقصاك وتحاول تظبطها ويمرنك عليها بشكل اكبر، فتلاقي قوه ضربتك بقت اعلى. احنا كده اتكلمنا عن المبدأ نفسه اللي هو القوة وازاي نقدر نزودها. طب هل في تدريبات نقدر ان احنا نعملها تزود برضو وترفع من كفاءة الضربة بتاعتي انها تكون اقوى؟ ده اللي احنا هنتكلم فيه دلوقتي. اول تمرين معانا تمرين بسيط ومهم جدا، هتلاقي فيه تطوير كويس قوي في قوة الضربة بتاعتك. تمرين ضبط اللكمات على الوول باج من اهم التمرينات اللي هتبدأ بيها لزيادة قوة لكمتك. تاني تمرين عندنا بيزود برضو معاه قوة الضربة ومفيد جدا لجسمك هو تمرين البوش اب. ده مش محتاج نتكلم عنه، ده كل العالم عارفه، من اسهل التمرينات اللي ممكن تعملها في حياتك ان انت تعمل الضغط بتاعك. وطبعا ليه مستويات ومراحل تقدر تتدرج فيها، بداية من انك كمبتدئ ممكن تكون على ركبك وانت بتعمل ضغط لغاية لما توصل انك بتعمل ضغط حتى على صوابعك كمان. وهنا تحضرني حكمة صينية عريقة بتقول النتائج الجيدة ستراها بعد 100 يوم والنتائج الأكثر من جيدة ستراها بعد 1000 يوم. بس هم أكيد قايلينها بالصيني بس أنا حبيت أترجمها لكم. وفي تمرين إضافي هنضيفه على التمرينات دي هيساعدك في تثبيت الضربة بتاعتك. التمرين ده مش محتاج أكتر من كرة مطاطية عشان نقدر إن احنا نتمرن. هتحاول إن أنت تضغط عليها بسرعة ثابتة والوقت ما بين كل ضغطة والتانية يكون متساوي. واخيرا التمرين اللي هنفنش فيه موضوع القوه النهارده هو تمرين البول ابس او العقله. تمرين مهم جدا بيمرن عضلات كتير وقوه ضربتك هتزيد بيك كويس قوي. كده احنا خلصنا الجزء الاول من حلقتنا واللي اتكلمنا فيه عن القوه، ودلوقتي نخش بينا على السرعه. تمرين الابركات بالدمبل تمرين مهم جدا لكل ملاكم لانه بيساعد عضلات الكتف وعضلات الظهر على الشغل مع بعض. التمرين اللي بعد كده عندنا وهو تمرين الحبل. الحبل هو صديق الملاكم. عاوز تخسس هتشتغل بالحبل،
عاوز تظبط المهارات بتاعتك بتاعت الفوت وورك، تشتغل بالحبل. عاوز ان انت تظبط التوافقات، تشتغل بالحبل. السرعات تشتغل بالحبل. الفتنس بالحبل. التمرين عندنا دلوقتي هو الفري شادو بوكسنج بالاوزان. التمرين ده مهم جدا وكويس جدا، لازم ان انت تهتم بيه. جرب ان انت تستخدم دمبل 1 او 2 كيلو حسب وزنك. لو انت من الاوزان الخفيفه اشتغل بوزن 1 كيلو، لو انت من الاوزان التقيله اشتغل بوزن 2 كيلو. مش محتاج اكتر من كده، عشان بس يكون معاك تقل معين تقدر ان انت تشتغل بيه في الشادو بوكسنج، وتبدا ان انت تضرب ضرباتك بسرعه مع الوزن ده. بعد فتره هتلاقي نفسك من غير الوزن وانت لابس الجلافز ايدك دي لايك لايتنينج. واخر تمرين عندنا اللي اقدر فيه الجميله بتاعتنا اللي بتطلع على طول في الكادر معانا دي، هي الريفلكس بول. التمرين بتاعنا ان احنا نشتغل عليها بسرعه ونعرف ان احنا ازاي نتفادى معاها ونضربها بسرعه ونتفادى الضربات منها ونبدا نشتغل عليها. كل ما بتعلي سرعتك عليها كل ما هي بتزيد عليك في رد الفعل، فبتعودك على ان الريفلكس بتاعك يبقى عالي. حاول تشتري ريفلكس بول عندك في البيت وابدا اتمرن عليها، وواحده واحده هتلاقي الاخطاء بتاعتك في تفادي الضربات بتقل، وبتبدا سرعتك تعلى، والريفلكس عندك بيتظبط بطريقه كبيره. كده احنا اتكلمنا النهارده عن عنصرين من اهم العناصر اللي بتميز الملاكم، وهما القوه والسرعه. طب معنى كده ان انا لو ملاكم قوي وسريع اقدر كده اكسب الماتشات وما يبقاش ليا حل؟ لا طبعا، في حاجات تانية لازم ان انت تظبطها، بس دي هنظبطها في حلقات تانية وهنتكلم عنها بالتفصيل. اتمنى اكون فدتكم النهارده في عناصر القوه والسرعه، نشتغل عليهم كويس، وواحده واحده مع بعض هنبدا ان احنا ننزل بالحاجات التانية اللي نقدر نظبطها. اتمنى اشوف رايكم في الكومنتس تحت الفيديو. ما تنسوش تعملوا شير ولايك سبسكرايب للقناه. اشوفكم على خير في حلقه جديده. تشاو.